ويلا بما انه جبنا الماوس خلونا نبلش شغلنا بهذا الشكل. خلونا نجيب جات على السريع وبدنا نستخدم قدر الاربع موزات. الماوس كل ما كان مستوي اكثر كل ما بنحصل على نتيجة افضل. هيدي الثانية، ومثل ما بقول المثل الثالثة ثابتة. بكل بساطة بنجيب اي شوكة متوفرة عنا وبدنا نبلش هرس فيهم. هلا بنجيب 3 حبات بيض، نكسرهم وبنزيدهم عليهم. بنزيد عليهم كيسة سكر على ملعقة فانيلا سائلة. هلا بكل بساطة بنقلبهم كتير منيح مع بعض حتى يصيروا خليط واحد وبيكونوا صاروا جاهزين عنا. وبس يصيروا عنا بهذا الشكل بنزيد نص كاسة من الزيت النباتي، بنزيد عليهم كاسة حليب، ملعقتين كاكاو، نص ملعقة بيكنج صودا، نص ملعقة من البيكنج باودر، وبدنا نختمهم بالطحين وبنقلبهم كتير منيح مع بعض وبيكون صار جاهز عنا الكيك. وبعد ما نقلبهم كتير منيح ويعطونا هذا القوام الحلو بيكونوا صاروا جاهزين عنا. منجيب القالب اللي بدنا ندخله على الفرن ويكون محطوط بداخله ورقة زبدة أو مدهون بزبدة أو مدهون بزيت حتى ما يلزق عنا الكيك بداخل القالب. نزل الخليط اللي حضرناه بداخل القالب، بسم الله. بدنا نختم الكيك قبل ما ندخله على الفرن بيقطع الشوكولا. وبعد ما يعطونا هذا الشكل الحلو بنشيلهم وبناخذهم على فرن محمى مسبقا بس من تحت على درجة حرارة 200 وبدنا نتركها شغل 30 ل 40 دقيقة حتى تستوي عنا وبتكون صارت جاهزة. لوقت ما استوى عنا الكيك خلونا نتسلى بحبة الموز اللي زادت عنا. وهذا شكله الكيك من بعد ما طلعته من الفرن، ليكم ما شاء الله شيء فاخر على الاخر. هلا بكل بساطة كيف فينا نعرف انه استوى عنا؟ بنجيب عود خشب وبدنا نشكه بالوسط، واذا طلع عنا الشيش نضيفه مع حليه يعني الكيك مستوي. بهذا الشكل بيطلع عنا مع حليه. هلا خلونا نجيب السكينة ونبلش نقص فيه الكيك. شوفوا لي ما شاء الله ياك الشغل او يابالا. وبهالطريقة بيكون أطيب كيك موز بالشوكولا صار جاهز عنا. وهلا كل وشكون ناخذ قطعة تكون على ذوقكم. شوفوا لها المنظر الحلو ما شاء الله شيء فاخر على الآخر. أهم شيء ركزوا على الشوكولا ديب فوق وديب تحت، غير إنه ريحة الموز والفانيلا اللي بتاخذ العقل. بسم الله. لك شو ناطر عزيزي المشاهد، جرب هيدي الوصفة ومش رح تندم، وصدقني من اليوم ورايح مش حيضل عندك موز من البيت لأنه رح تدمن على هيدي الوصفة.